هل يحتاج العراق في هذا الوقت الذي تشتعل فيه المنطقة على أسس طائفية ومذهبية وعرقية ودينية، هل يحتاج أن يتدخل كبار المرجعيات لتأجيج الصراع، للفتوى ضد الثائرين في العراق؟ يعني ألا تعتقد أن هناك، يعني هل يعقل أن تفتي بالقتال ضد أناس هبوا من أجل لقمة عيشهم، من أجل مساكين و3/4 مساكين؟ كيف ترد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تحية إلى حكيم العراق السيد السيستاني، وإلى جيشنا البطل الجيش العراقي، وإلى كل الإعلاميين في العراق. بطل. لا تضيعني يا زلمة أجيك. وتحية إلى الصديق الإعلامي أبو فراس وكل أحرار العراق. فتوى السيد السيستاني لم تكن لا لتوسيع الدبر ولا لرضاعة الكبير ولا لجهاد النكاح، وإنما فتوى السيد السيستاني جاءت لوحدة العراق والحفاظ على وحدة العراق، وهذا موضوع واضح. الكثيرين بسبب الهجمة الإعلامية والتحريض الطائفي الموجود تغافلوا قراءة هذه الفتوى. جميل.